السلام عليكم. كي دايرين الاخوان؟ كلشي بخير؟ هانين؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير، ومرحبا بكم في قناه بيرد سونغ تغريد الطيور. ان شاء الله اليوم نديرو توليعه بتسجيل ديال فيديو كطائر استاذ، يعني نخدموا فيديو للطيور، لان اخوان بزاف الصراحه كيستعملوها، كاينه كفكره وهذاك الشيء. كتبان ليا في النظريه ديالي، في الراي ديالي ممتازه مقبوله. الصراحه ما عمرني خدمت بها، ولا عمرني استعملتها كتجربه، ما عنديش فيها شي تجربه. لما كنعرف اخوان من قديم كيديروها وداك الشيء، كتبقى سخرة الله. دائما حنا ملي كنتويو على شي طريقه ديال شي اخ ولا هذاك، ممكن تخدم معاك ممكن ما تخدمش معاك، كتبقى سخرة الله. لان الطريقه هذه ان شاء الله ديال تسجيل فيديو كطائر استاذ، من تكلمنا عليها في الفيسبوك وحطينا هذا الفيديو هذا، كانوا بعض التعاليق اللي ماشي في النظريه ديالهم، ماشي معنا في هذه النظريه. ولكن انا كنظريه متفق معهم كفكره وداك الشيء، ولكن ماشي غنقولوا خدامه 100%، لان دائما كيبقى على السلاله، على كيفاش كتعامل مع الطير، من ناحيه التغذيه، من ناحيه الصحه ديالو، التهويه، النظافه، يعني كيبقاو بزاف العوامل حتى هما كيلعبوا دور. انما بالنسبه للاخوان اللي ما عندوش طير استاذي، سخرة الله، يتوكل على الله ما فيها والو ويخدم بهذه الطريقه هذه. ولكن ان شاء الله بغينا ندوي على واحد النقاط اللي مهمين، لان كنعرفوا اي حاجه عندها الايجابيات وعندها السلبيات، وتا الطريقه راه عندها ايجابيات وعندها السلبيات. دوك هما اللي ان شاء الله غادي نشرحهم بوحده بوحده. اما اي حاجه عندها شي حوايج مزيانه، حتى لو طائر استاذ حي، راه ممكن ما يحفظش لك، ممكن ما يتبعوش، ممكن وممكن وممكن وتكلمنا في هذه المواضيع. خصك تعرف كيفاش تتعامل معاه، كيفاش حتى هو تحافظ عليه. عندك بزاف د الحوايج. وهي كطريقه هذه الصراحه كتبقى دائما طريقه ذكيه. ونذكر هذه النقطة هذا لأن كان واحد الأخ قال بلا طائر الحسون أذكى من الإنسان. لا صراحة، دائما الإنسان كيبقى في الذكاء أقوى على الطيور ولا الحيوانات، وهذا الشيء مفروغ منه بدون نقاش، راه معروفة. الأهم اللي بغينا نتكلموا فيه حنا اليوم هو البصر ديال الطائر، كيفاش كيشوف الفيديو، كيفاش كيشوف هذاك الفيديو، كيفاش انا كنعرفو هو اقوى منا في البصر. وكنتفق مع بعض الاخوان اللي كانوا ذكروا بلا كيشوف الصور، وهذا هي متفق معهم. وانا من هاد سميتو بحثت شويه وقلبت وهذاك الشيء. هو في البصر كنعرفوا اول حاجه كيفوتنا بواحد سميت فوق البنفسجيه، الترا فيوليت. هذا حنا ما كنقدروش نشوفوا واحد الالوان، واحد الاشعه، هو تيقدر على هذه بعدا كيفوتنا فيها. وعاد هو ممكن حنا كنشوف على حسب العينين حنا عندنا، انا كنشوفوا على هذا الشكل، ولكن هو العينين عنده هنا كيشوف هكا، يعني كيشوف المساحه اكبر من المساحه اللي كنقدروا نشوفوها حنا نشوفوها قد على الطول. والمسافه الطويله كيشوف اكثر، حتى هي كيشوف اكثر منها، هذه مفروغ منه. ولكن حنا اللي بغينا نعرفوا مزيان هو السرعه اللي كيشوف بها. هو كيشوف بسرعه فائقه، اكبر من السرعه ديالنا الصراحه، اكبر منها. يعني شاشه عاديه او شاشه قديمه او شاشه هذه، كيشوف هو داك الشيء كيتقطع. احنا اللي كنشوفوها حنا مزيانه وعاديه بالنسبه لنا حنا، هو كيشوفها كيتقطع، كيشوفها كصور كما قال الاخ، ولكن كصور متحركه. الله عاد طريفه.
الاخوان في السن ديالي والقدام هما اللي عقلوا على التلفازه اللي كانت قديم دابا، ولا ما بقاش هذوك التلفازات القدام كانوا بيض والكحل، وكانت خطرات الصوره كتبدا تطلع تيقول لك والديك نوض ضرب كنا نضربوها من الفوق باش كتوقف الصوره. هادوك الشاشه هادو كتخدم بالهيرتز، يعني الهيرتز الاخوان وحده قياسيه، يعني بحال مثلا نقيسوا الحموضه بالبي اش كنقولوا، ولا تقيس الوزن بالكيلو، المسافات بالكيلومتر. الاش زاد يعني هيرتز هي وحده قياسيه، الشاشات القدام عندهم هاد الهيرتز ضعيف. ولكن دابا الحمد لله بهاد التكنولوجيا وهذا الشيء ولينا كنشوفوا الفيديوهات ولا الصور بواحد الجوده عاليه على اللي كنا كنعرفوها. وعلى حسب البحث اللي دارت واللي قريت واللي قلبت، لقيت هو في 60 هرتز كيشوف شويه داك الشيء ماشي هو هذاك. ان شاء الله غادي نوريكم واحد المثال، ماشي بحالنا حنايا. يعني في 60 هرتز كيشوف، ماشي ما يشوفش فيديو، يشوف فيديو، ولكن الحركه ديال الفيديو هي اللي كتكون شويه ثقيله ممكن. اما الاقل قل من 60 هرتز كيشوفك كصور كامل، الصور كتبد تحول الصور. انا كنعرفوا الفيديوهات هما عباره عن صور متسلسله، هذا هو والهيرتز يعني شحال من ملي كنقولوا مثلا 60 هرتز 60 صوره في الثانيه. الهيرتز كتعتبر مثلا اذا كانت الشاشه 30 هرتز يعني 30 صوره في الثانيه، كتكون شويه هو كيشوفها ثقيله، يشوفها متقطعه. الثانيه عنده هو يشوف، خص يشوف فيها مثلا ما يفوق من 100 والفوق باش كتولي تبان ليه قريبه للطبيعي، يعني 100 هرتز وما فوق. 60 هرتز كيشوفها شويه ضعيفه، شويه بحال غنقولوا ثقيله، كتحول الفيديو يبان ليه الحركه شويه ثقيله، يقدر يبان ليه شويه مضبب، ولكن كيبقى دائما فعاله. كيشوف طائر وكيعرفوا طائر، كيعرف الطائر هذاك وكيتصنت ليه كيتفاعل معاه. لان كاع الاخوان بالتجربه ديالهم ملي كيديروا مثلا تليفون ولا هاتف، تليفون ولا ايباد ولا شاشه كمبيوتر ولا هذا، كيلاحظوا الطير كيتفاعل مع هذاك الفيديو اكثر من الصوت. هو كيتفاعل حتى مع الصوت، ولكن الفيديو كيتفاعل معه اكثر. يعني لا كانت 60 هرتز والفوق راه كيشوفوا كفيديو، ما كيشوفوش كصور. هذا هو كتكون الجوده ديالو في 60 هرتز ضعيفه. وقد ما زاد الهرتز يعني شاشات ديال 90 هرتز 85 100 120 كاين حتى 300 وما فوق كنظن. ان شاء الله غادي نشوفوا هذا المثال هنا. ملي كيفوت 100 كيولي يبان ليه الفيديو كطبيعي، كيبان ليه الفيديو كطبيعي. انا بالنسبه ليا والنظريه ديالي وداك الشيء، بالنسبه للاخوان كما ذكرت لي ما عندوش طائر استاذ، يعني نورمال يدير عادي، يدير التليفون او ما يحطوش قريب ليه، يحطوا واحد متر و2 متر اون فاس معاه ويخدموا ليه على حسب الظروف ديالو. وقت اللي يكون في الدار ساعتين 3 سوايع، الا كان بالامكان ديالو في الصباح بكري يحطوا ليه قدامه واحد ساعه ساعتين، هذه كتعاون بزاف. كيشوف كطائر. وكما ذكر واحد الاخ ذكر ممكن دير طائر حي ولكن يكون ساكت. هنايا كتبقى داك الطائر تقول لي بقى ساكت يعني صعيبه هنايا. بحال حتى في الشوف كتعطي الطائر كيتعلم حتى بالبصر الحركه ديال الطائر. خلاص ولاد العش ولاد والهاجين وهذا كيتعلموا من الطيور الحركات وداك الشيء. ومهم يشوف الحي. والدليل على هذا هي ملي تنبغيو تفطموا شي قرع ولا ماسته ولا كتفطمهم وكتشوفهم ما بغاوش يمشيو يبيكيو البيض ولا هذا ما مشاوش ليه، كتحطهم حدا شي واحد اللي ديجا مفطوم ولا كياكل، مثلا الاستاذ وداك الشيء كيشوفوه كيمشي للزوان كيمشي للماء وداك الشيء، حتى هما كيبداو يقلدوه.
يعني خاص الجوده في الصراحه ديال الفيديو يكون من 60 وما فوق حتى 120 و140 وما فوق. هادو من الحوايج الايجابيه. نشوفوا باش نفهموا الهيرتز مزيان وندويوش على السلبيات، حتى نشوفوا هذا الفيديو هذا. شوفوا هذا المثال هذا درته في الشاشه ديال الكمبيوتر، شاشه كمبيوتر جيمين ديال الابن ديالي. شوفوا معنا هذا الفيديو ونرجعوا. اخوان شوفوا واحد المثال بسيط مثلا في هذه الشاشه هذه شاشه ديال الكمبيوتر جيمين، هذه ديال اللعاب. شويه ديال الابن ديالي شويه طالعه في الهيرز. المهم الاهم هو نفهموا الهيرز في الاعدادات ديال الشاشه. مثلا الا مشينا لهاد الاعدادات ديال هاد الشاشه هادي كنشوفوا عندها هنا 300 هرتز. هذه عندها جوده عاليه، عندها جوده عاليه بهادشي ديال اللعاب كيف ذكرت. وداك الشيء الفيديوهات ديال اللعاب تيكونوا فيهم واحد الجوده، تيبغيو جوده عاليه. لما كانش هذاك كيبان لك هذيك الحركه، هذيك الشيء ثقيل لما كانت. وهنا كنشوفوا كاين في هذه الاعدادات ممكن تغير 60 هرتز 85 على حسب الكاباسيتي، على حسب القدره ديال كل شاشه او تليفون او ايباد. حنا مثلا هذه كنشوفوا فيها 300. نشوفوا واحد المثال مثلا. خديت هاد الموقع، هاد الموقع هذا الاخوان تيبين لنا مثلا لا شفنا على اليسار الفوق 300 هرتز، كتشوف الصوره هذه كيفاش غاده. لا شفتي 150 هرتز، شوف هاد الصوره، الوضوح ديال هاد الصوره هذه، الجوده. وحتى نشوفوا مثلا 19 هرتز، هادو هما القديم. شوف كيفاش حنا كبشر كيفاش كنشوفوها. الطائر كيف قلنا كي عنده ديك كيمتاز يعني ديك السرعه في البصر، يعني السرعه في الرؤيه. هنا كيشوفها هو اكثر، وكيشوفها متقطعه، وكيشوفها كصور كتحول كتبدل كما ذكرت في الشرح ديال الهيرتز وهذا. ولهذا الاخوان اللي عنده امكانيات ولا هذا وكان يقدر ياخد شي حاجه اللي فيها الهيرتز طالعه من 60 والفوق 120 140 مزيان. جايمين ولا عنده امكانيه شاشه جايمين، شاشه لعاب ولا شي حاجه بحال هذا الشكل هذا. حتى التليفونات راه كاين واقيلا الايفون وهذاك الشيء هما اللي عندهم جوده عاليه. يكون احسن، يكون احسن. وهذا كمثال بسيط بغيت باش نوضح اكثر وصافي. يلا نرجعوا للفيديو ديالنا. الاخوان هذا هو الهيرتز يعني في الشاشه. هاد كما لاحظتوا كيفاش شفتوا الاعدادات. كاين ممكن تلقى في التليفون عنده في الكاباسيتي او في القدره ديال الشاشه عاليه، ولكن هو ما اكتيفيهاش في الماكس ديالها. تقدر تكون عندك انت في التليفون عندك 60 هرتز، ولكن هو في التليفون تلقى فيه مثلا اكتيفي على 30. ردوا البال في الاعدادات ديال التليفون ولا ديال هذا، تبدلوا هذيك الهرتز للماكس. هذه حتى هي مهمه. والاخوان كما ذكرت اللي عنده امكانيات وما عندوش طائر استاذ ولا ما لقاش ولا هذا، ممكن يشري واحد الايباد ولا هذا اللي فيها سميتو على حسب الاثمنه. عاوتاني الاثمنه كيكونوا شويه غاليين، وهذاك الشيء اللي كيكون فيهم الجوده، خاصه هادشي ديال الجيمين وهذا الشيء صراحه تيكونوا شويه غاليين. ولكن كل واحد كيمشي على قدر استطاعه. كيف قلنا التليفونات دابا وديال هادو تقريبا اغلبيتهم كتلقى فيهم 60 والفوق. انا ما عنديش شي تليفون يعني ما كنهتمش بهذا الشيء ديال التليفونات بزاف. عندي تليفون سامسونج عادي من هذا العادي، قلبته لقيت فيه 90 هرتز. ما كنتش كنديها فيها كاع لقيت فيه 90 هرتز. يعني ممكن التليفون ديالك راه كتلقى فيه مثلا 70 80 90،
وهادو كجوده متوسطه، من نقولوا 70 80 في الفيديو بالنسبه للطائر، ماشي بالنسبه لينا حنا تيبان لك عنده جوده زوينه 90 وهذا. اما بالنسبه للطائر كجوده متوسطه غنقولوا، كيشوف الفيديو يشوف الحركه ديال الطير، يكون هذاك الحركه شويه ثقيله وداك الشيء، ولكن كيشوف ملي تطلع ل 100 والفوق كيولي قريب للطبيعي، بحال كيشوفها بالطبيعي. هذه صراحه كاين فيديوهات حق اكثريه بالانجليزيه، كاين فيديوهات كاينين مواضيع بالانجليزيه اللي كيتكلموا على هذه، ولكن ما كيتكلموش على الطائر الحسون، الطيور بصفه عامه كيتكلموا على الالوان اللي كيشوفوا ما يقدروا يشوفوا ما فوق البنفسجيه والترا فيوليت، كيتكلموا على المساحه، كيتكلموا على السرعه، كيتكلموا على هادشي. هذه هما الحوايج الايجابيه. يعني واحد لما ما عندوش الطير هذا كيتوكل على الله، والسخره كلشي سخره الله. اما بالنسبه للسلبيات اللي هي اللي بغي نذكرها الاخوان وردوا معها البال، ولا لاحظتوا كان هذا كان هو من الهدف اللي خلاني كندير فيديوهات وكنمسح الخلفيه. كندير مثلا الطيور اللي خديت طائر مصدقين وطائر عطيف السمارين وحيدت الخلفيه. هذا من الاسباب اللي خلاني درت هاد القضيه، باش كنعرف بان كنعرف كاين اخوان كيبغيوها بحال هذا الفيديو يخدموا مثلا التليفون باش ما كتكونش فيه الخلفيه، وخاصه الا كان عندك العش والهاجين. الخلفيه ردوا مع البال تكون فيها الطيور البريه كثيره، الجوج، التباب، الزرزور، على حسب المنطقه الطيور اللي كتعيش معاك كيكونوا كتكون كثيره. لهذا كان حاولت دائما هذاك التصفيه ديال الكلام الصراحه تكون شويه صعيبه. صفيتي بزاف الكلام كيفقد الجوده ديالو صراحه. بعض الفيديوهات ما كنقدرش، ماشي ما كنقدرش، تقدر، ولكن يفقد الجوده. كنحاول ما نديرهاش وصافي. مثلا كتلقى شي تسجيل فيه مطار، فيه طوموبيلات، فيه واحد الضجيج، من الاحسن ما كنصفيش صافي. اما نخدموه هكاك ولا ما نخدموش كاع. انا كما ذكرت ما كنخدمش كفيديوهات، لان الطريقه يعني كنخدم بها كصوت كاوديو. كنخدم بالطيور حيين، كنخدمهم الطيار ديالي. مثلا شي طير عجبني ولا شي حاجه نقدر ناخذ هذاك الفيديو ديالو وناخذو ام بي 3 نكونفيرتي ام بي 3 وكنخدم به ك ك ك كشريط. هذا خدمت بها ماشي مره ماشي جوج، وكتعطي مفعول. دائما تنقول التسجيلات ديال الحي، الشريط ديال من الحي تتكون نسبه النجاح فيه عاليه. تنقولوش 100%، دائما تنقول هادشي. بعض الاخوه يقولوا لا هذا الشيء راه حنا مفروغ منه، السلاله، طريقه التعامل، سخره الله، كل شيء سخره الله. ولكن كما تنقولوا اعقلها وتوكل على الله. يعني دير انت اللي عليك والكمال كيبقى من عند الله، وكل مجتهد راه له نصيب، كل مجتهد له نصيب. الاخوان دائما تنتفايلوا بالحاجه الزوينه، ما نقولش لا راه ندير هذه، انا ما نخسر والو، غادي تليفون غادي نخدمها ليه، نخدم ليه الفيديو والكلام. كما ذكرت انا ماشي نقول باش تنزلوا الفيديوهات من عندي ما عندهمش الخلفيه، لا عجبك شي طير وسمعتي ما فيش يعني عندك السمع قوي وما تقدر ما تسمع، ما فيش مثلا طيور ذريه في الخلفيه، وداك ممكن تخدموا. هذه هي الحاجه اللي بغيت ندوي عليها في السلبيات الاخوان. يعني بصراحه ردوا البال الخلفيه، وخاصه في الهجين ولاد العش. هادو تيكونوا صفحه بيضاء ويقدروا يحفظوا، لان مع التكرار تحط ليه الفيديو اليوم غدا بعدو، اليوم غدا، والتكرار هو اللي باش كيتعلموا الطيور، ضروري من التكرار. وهذه كانت كفكره، وكنحيي الاخوان اللي تقاسموها معنا
بصراحه انا عرفتها قديم والله ما عقلتش من عند من نيت كنت عرفتها وكنت هذا، ولكن ما عمرني خدمت بها. كان هادي شي عام الاخوان في الفيسبوك حتى هما داروها كندواو عليها وهداك الشيء، قلنا نوضحوها ونشجعوا عليها لان ماشي شي حاجه اللي نقولوا مستحيل. يعني ممكن كيف كنقولوا خاص ضروري الشاشه تكون من جوده فيها عاليه، هي تكون في الهيرتز من 60 وما فوق. 60 راها ضعيفه شويه، وخدامه تخدم، لان اللي قريت وفهمت من هذاك يعني الطائر كيشوف فيديو ولكن يشوفه بحركه ثقيله قل من 60 هرتز، يعني 20 30 وهذا. هنا يقدر يشوف الصور كما ذكرت كيتبدلوا، الصور كيتحولوا، لان كنعرفوا الفيديو عباره عن الصور كيتبدلوا راني ذكرتها. يعني ب 100 والفوق كيبان لي الطبيعي. ونتمنى الاخوان اللي عنده تجربه واللي عنده شي فكره احسن ولا شي معلومه اللي هذا يكتبها لنا في التعاليق. وكتبقى هذه كله نظريته، كنحترموا كل واحد اللي ما بانتش ليه لوجيك ولا شي حاجه. ونبغي نحييكم وكنشكركم على التفاعل وما تنسوناش من الدعاء ولايك. السلام عليكم الاخوان.